السلام عليكم. في صمت لافت لكن بتحركات محسوبة بدقة، بدأت فرنسا خلال الأشهر الأخيرة مسار جديد لإعادة التموضع داخل سوق التسلح المغربي. الزيارة الأخيرة لوفد رفيع من المديرية العامة للتسليح الفرنسية DGA إلى الرباط لم تكن زيارة بروتوكولية عادية، بل كانت كتحمل أبعاد استراتيجية واضحة. الوفد الفرنسي ما كانش تقني فقط، بل سياسي صناعي عسكري في آن واحد، وترأسه مدير إفريقيا والشرق الأوسط داخل DGA إلى جانب المدير الدولي للمؤسسة. كما حضر ممثلون عن سفارة فرنسا من بينهم الملحق العسكري. لكن النقطة الأهم، الوفد توجه بشكل مباشر إلى المكتب الرابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. وشنو هو المكتب الرابع ولماذا الاجتماع به مهم جدا؟ هو العقل اللوجستي والمالي للجيش، هو الجهة المكلفة بصفقات التسليح، التعاقدات العسكرية، تدبير الميزانيات المرتبطة بالمعدات، اللوجستيك وسلاسل الإمداد، الصيانة والدعم طويل المدى. بمعنى آخر، إذا كنت شركة سلاح وبغيت تدخل سوق السلاح المغربية، فالمكتب الرابع هو بوابتك الحقيقية. لوقاء وفد الجهة مباشرة مع هذه الجهة يعني أن النقاش ما كانش عام أو استكشافي، بل تقني تعاقدي مرتبط باحتياجات الفعلية للقوات المسلحة الملكية. الآن السؤال مطروح، شنو جابت فرنسا معها كعروض لهذا الاجتماع في الرباط؟ العرض الفرنسي كان متكاملا كيغطي عدة أنواع. أول حاجة، الغواصات من شركة نافال جروب. شركة نافال جروب تعتبر جوهرة الصناعة البحرية الفرنسية والمتخصصة في الغواصات التقليدية والنووية والفرقاطات. طرح ملف الغواصات في المغرب ليس تفصيلا صغيرا. المغرب إلى اليوم باقي ما عندوش سلاح الغواصات، لكن الحديث عنه يتكرر منذ سنوات. اقتناء غواصة إن حدث غادي يشكل نقلة استراتيجية في العقيدة البحرية المغربية، تعزيز الردع في الواجهة الأطلسية والمتوسطية، تغيير في ميزان القوى البحرية إقليميا. أيضا رادارات وأنظمة الدفاع الإلكتروني من طاليس. شركة طاليس عرضات رادارات متقدمة وأنظمة مراقبة واستشعار. هذا كيتماشى مع توجه المغرب لتعزيز شبكة الرصد الجوي، الدفاع الجوي متعدد الطبقات، وتكامل الأنظمة مع مقاتلات بحال F-16 وأنظمة الدفاع الأخرى. أيضا العربات المدرعة من نوع آركيس. شركة آركيس طرحت فكرة تجميع أو تصنيع عربات مدرعة، وهنا النقطة الحساسة. المغرب اليوم ما بقاش باغي فقط أنه يشتري المعدات الجاهزة، بل كيسعى إلى تصنيع محلي، نقل خبرة، خلق نواة صناعة دفاعية وطنية. أي عرض ما كيتضمنش شراكة صناعية حقيقية قد يفقد الجاذبية ديالو. أيضا الأمر كيتعلق بصيانة مروحيات الكاركال من إيربيس. شركة الإيربيس قدمت عرض كيركز على الصيانة والدعم طويل الأمد. المغرب بات كيركز بشكل كبير على تقليل الاعتماد الخارجي في الصيانة، بناء مراكز دعم محلية، تخفيض تكلفة دورة حياة السلاح. لا يمكن فهم التحرك الفرنسي دون العودة إلى خسارة مجموعة الكائن دي اس الفرنسية الألمانية، صفقة مدافع الهاوترز لصالح البتل سيستم الإسرائيلية عبر منظومة المدفعية أتموس 2000. هذه الخسارة كانت رسالة واضحة: المغرب لا يمنح الأفضلية التاريخية لأي شريك. المعيار اليوم هو السعر، الأداء، نقل التكنولوجيا، ثم السرعة في التسليم. فرنسا تدرك أن نفوذها التقليدي مبقاش مضمون، ولهذا جاء التحرك عبر الدجئة مباشرة، وهي أعلى هيئة تسليح في الدولة الفرنسية. ولكن السؤال، المغرب شنو بغى بالفعل؟ إلى قرينا المشهد بواقعية، المغرب يعتمد استراتيجية تقوم على تنويع مصادر السلاح، عدم الارتهان لمحور واحد، فرض شروط صناعية، بناء قاعدة إنتاج وصيانة محلية. الاجتماع مع المكتب الرابع يعني أن الرباط تستمع للعروض لكن تفاوض عن موقع قوة. الخلاصة، التحرك الفرنسي ماشي عادي، هو محاولة منظمة لاستعادة النفوذ داخل المؤسسة العسكرية، أصبحت أكثر تنوعا وانفتاحا. لقاء المكتب الرابع تحديدا يعني أن النقاش دخل في مرحلة تقنية حساسة، لكن القرار النهائي في الرباط يبنى اليوم على معايير جديدة، أولها السيادة، ثم الصناعة، التوازن والبراغماتية. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في أمان الله.